السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم فيديو جديد مع قناة باشا ستوريز. اليوم جيت لكم بوحدة من أهم قضايا اللي كتخص أبشع جرائم العالم، واللي طرات غير مؤخرا في شهر فبراير ديال 2023. هاد القضية كتخص عادة الأزياء اللي من هونغ كونغ واللي سميتها أيبي تشوي. بلا ما نطول عليكم نبداو القصة ديالنا. غنبداو القصة بواحد العائلة في هونغ كونغ اللي عندها جوج وليدات. الاب كان خدام في البوليس والمرأة ربة بيت. كيف ما كتعرفوا هونغ كونغ كتعتبر من اغنى مدن العالم اللي كيمشيو فيها غير الطوموبيلات دو لوكس في الشوارع ديالها، ولكن في شي بلايص كتلقاها مهمشة نوعا ما، خصوصا من ناحية لي ميني زابارتمون اللي فيها واللي ما كتفوتش 5 متر كاري. كيكون فيها غير واحد الماطلة ديال الناس. داكشي علاش كيتكراو الاغلبيه غير الناس الفقراء ديال ديك المدينه طبعا. كما انه في نفس المدينه كاينين ارقى المنازل والعمارات اللي ساكنين فيهم اغنياء المدينه واللي الحاله الماديه ديالهم متيسره. بزاف الناس اللي ما فحالهمش كيحاولوا بجميع الطرق انهم يغيروا حياتهم ويوليو من الاغنياء ويحسنوا من الطبقه الاجتماعيه ديالهم. بحال مثلا واحد الدري اللي سميتو أليكس كوونغ، اللي واخا ما عيش في داك الفقر المدقع ولكن باغي يعيش واحد الحياة اللي يكون فيها مرتاح فيها مزيان. أليكس غادي يتعرف على واحد البنت اللي سميتها ايبي تشوي. هاد ايبي تشوي هي وريثة احدى العائلات الغنية في هونغ كونغ، وعادة ازياء معروفة في نفس الوقت. الكونت انستغرام ديالها وصل لكثر من 100,000 متابع، وكتعتبر من المؤثرات الاجتماعيات. الظروف ديال بداية المواعدة ديالهم ما عندي عليها حتى شي معلومة، من غير انهم تعرفوا على بعضياتهم في السن ديال 18 عام. رغم الطبقة الاجتماعية ديالهم اللي مختلفة كل البعد، تزوجوا في داك السن الصغير وولدوا بنت وولد. ولكن هاد السعادة ديالهم ما غطولش للأسف بزاف، لحقاش غادي يطلقوا سنة 2015. نرجعوا لأيبي تشوي. هاد الوريثة الغنية العائلة ديالها حققات هاد الثروة بفضل مجال التجارة مع الصين، تبادلات تجارية إلى آخره. وأيبي تشوي فعلا عايشة واحد الحياة ديال الرفاهية، دائما كتعرض الأعظم وأهم المناسبات والاحتفالات، هي في فرنسا، هي في الأمريك، هي في كوريا. دايما كتلقاها حاضرة وبارزة الشخصية ديالها في مجال الأزياء. كما أنها مؤثرة اجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر صورة حطاتها كانت حاضرة في فاشن ويك دو باري. تلاقات مع بزاف المشاهير، عايشة واحد الحياة ديال البذخ، واللي كاع المؤثرات في مجال الموضة كيحلموا يكونوا في بلاصتها. وداكشي اللي كتعيش او اللي موفره ليها الثروه بين عليها، وماشي غير كتصطنعو صافي. الثروه ديالها كتقدر بحوالي 11 مليون ديال الدولار. ايبي تشوي هي واحد البنت اللي الله يعمرها دار، ظريفه بزاف وكلشي كيقولها فيها زوينه، درويشه ودغيا كدير بلاصتها، سخيه وما فيهاش المشاكل. بنت فريده من النوع ديالها، كانت ظريفه لواحد الدرجه اللي للاسف كانت السبب في الموت ديالها. باش تفهموا مزيان الكاركتير ديالها انا نحاول نوضح لكم شويه. ايبيت رأست واحد الجمعيه اللي عندها علاقه مع حمايه الحيوانات. واحد النهار كانوا جابوا واحد القطه للاعضاء ديال الجمجمه ديالها كانت مضروبه بزاف بسبب واحد الكسيده، واقترحوا الاعضاء ديال ديك الجمعيه على ان القطه خصها تموت باش ما تبقاش تعذب. ولكن ايبي تروي اصرت على ان القطه تعالج، وكانوا داروا لها الاطباء بزاف العمليات والوقت باش رجعات القطه بخير. كانت الروح ديال ايبي طيبه بزاف. نرجعوا دابا لأليكس كونغ، الزوج السابق ديال ايبي تشوي. كان شاف فيها ديك البنت الزوينه الغنيه الظريفه اللي هي الساروت باش غادي يخرج من الفقر اللي عايش فيه. وداكشي علاش كان زرب عليها بالزواج واخا كانت عندهم غير 18 عام. ولكن للاسف اللي زادوا كبروا شويه عاد لاحظوا بلا هما واحد الكوب اللي ما دارش باش يكونوا انصامبل، وبلا مفارقين كل البعد.
يا في المعاملة يا في التفكير في كل شيء. ولكن ملي طلقوا هما عندهم 20 عام، ما عرفناش واش كان القرار ديالهم بجوج ولا ديال ايبي بوحدها، اي واش كان متفق عليه او لا بالغصب. ولكن راه ما تفارقوا في نهاية المطاف. ومع ذلك ايبي ما نساش بلي اليكس راه كان الحب ديالها الاول وبلي عندها معاه جوج وليدات. داكشي علاش ما تخلاتش عليه 100%. ملي كنقول ما تخلاتش عليه 100%، اي انه حتى من العائله ديالو كانت كتقدرهم بزاف وكتحترمهم، يعني ما جاتش تخلى عليهم في مره. في 2019 شرات ليهم واحد لابارتمون دو لوكس، افخم ما كاين في هونغ كونغ، وكتصرف على اليكس اللي كيطلع حتى هو في السوشيال ميديا يبان على المتابعين بارقام الملابس والبلايص اللي كيمشي ليهم، وهادشي كامل مخلصه مراته القديمه. ما كفاهاش غير هاد الشي، ولكن اي بخدمات حتى نسيبها القديم واللي سميتو انطوني خدماتو عندها كشيفور خاص، كان كيشوفها بزاف، وكانت العلاقه ديالهم زوينه لدرجه كانت دائما كتحط تصاورهم بجوج وكيبانوا بحال خوت. واش لاحظتوا السخاء ديال ايبي مسكينه لاش وصل؟ وراه الانسان واخا يوصل في درجه العطف والحنان حتى يعيا وما غاديش يدير بحالها. كنت قلت لكم بلا طلقت من راجلها في 2015. مهم في 2016 غادي تتعرف على واحد الراجل اللي سميتو تام. كانت كتعرفو من الصغر، ولكن من بعد انقطعت العلاقه حتى تلاقات به بالصدفه في واحد المعرض. المهم هاد تام كينتمي لنفس الطبقه الاجتماعيه ديال اي بي تشوي، حيث ان الاب ديالو رئيس مجموعه مطاعم من ارقى مكان في هونغ كونغ. العلاقه ديالهم كانت مبنيه على واحد الحب قوي متين، كانوا كيمشيو لاي بلاصه بجوج وما كيتفرقوش. وباش تعرفوا الطيبو هو ديال ايبي، حتى من العرس ديالها الثاني عرضات على موت راجلها الاول. والغريب في الامر انه حتى من مورا الزواج ديالها بقات العلاقه ديال ايبي زوينه مع العائله ديال راجلها الاول. ولكن في فبراير ديال 2023 كل شيء غادي يتبدل، لحقاش نهار 21 فبراير تعلم بلا ايبي تشوي مختفيه. حدث مهم بزاف، حيث ان الوريثه الغنيه وام 4 اطفال اختفت بين ليله وضحاها. الشرطه بدات بالتحقيق مع العائله ديالها، ولكن حتى حد ما عنده عليها شي خبر. وركزوا معايا دابا مزيان، واش عقلتوا ملي قلت لكم بلا ايبي تشوي كانت شرات واحد العماره فخمه لراجلها الاول هو وعائلته ساكنين فيها، واللي كتقدر بحوالي 73 مليون ديال الدولار. فجا واحد النهار اللي ايبي وقفت عليها وبغات تبيعها. داكشي علاش علمات عائله راجلها الاول بلا عندها واحد البروجي ضروري خصها تبيع ديك لابارتمون باش تدبر الاموال. ولكن مع ذلك قالت لهم بلا غادي تقلب عليهم على واحد البلاصه ديال السكنه اخرى، غادي تسكنهم في بلاصه اخرى، غير هو خصها ترجع فلوس هاد العماره باش تاكد من السخاء ديال ايبي، حيت واخا هكاك هي راه ما كانش مشروط عليها تشري ليهم فين يسكنوا. الاب ديال اليكس كان حقد عليها بزاف واصر على انه ما يخرجش من العماره، وهذا الشيء اللي خلى المشاكل تبدا بيناتهم. نهار 23 فبراير فاقت ايبي كسائر الايام، كيف ما العاده لبست كل شيء بيض ومشات ترجع ولادها من المدرسه. عيطت على الشيفور اللي هو اخو راجلها الاول باش يوصلها، ولكن مع وقت الخروج ديال الدراري الصغار من المدرسه ايبي ما بانتش نهائيا، وبقى ولادها كيتسناوها لساعات وساعات. وهنا العائله بدات كتشوش على ايبي، حيت بحال انشقت الارض وبلعاتها. التحقيق بدا مع العائله ديال راجلها الاول، خصوصا ملي عرفوا الماضي المظلم ديال بات اليكس، حيت هو كان بوليسي وجراو عليه بتهمه الاغتصاب والتعنيف، ودار بزاف د الحوايج خايبين في المسار ديال الخدمه ديالو. لاثار الشكوك ديال البوليس كثر هو ان هاد كو اللي هو بات اليكس بات راجلها الاول باش تبعوا معايا كرا واحد لابارتمون في واحد الفيلاج اللي سميتو لونغ ماي توان، اللي كيمشوا ليه العائلات باش يبدلوا الجو في لي ويكاند الاغلبيه. غريب هو انه كرا مع واحد المراه اللي ماشي مراته، هاد المراه عندها 47 عام. الجيران لاحظوا بلا كانوا كيجيو ليها مره وما كيصلحوش الدار على اساس غادي يسكنوا فيها.
ملي البوليس غادي يمشيو للدار غادي يكتشفوا واحدة من أبشع مكان في مطارح الجريمة. نهار 24 فبراير غادي يلقاو ادوات ديال التقطيع بحال اللي كيكونوا في المجازر، ماكينه ديال الطحين وقطاعه، مطرقه، ولقاو كذلك كبابط كبار وكحلين. وهنا نفهموا ان هاد الكبابط كانوا ناويين اولا لبسوهم ملي كانوا كيقطعوا الجثه باش يعمروش بالدم. ملي حلوا الفريغو تماك الصدمه الكبرى، حيت لقاو اعضاء بشريه، يدين، رجلين ديال المراه، وفي الشربه اللي كانت فوق من الطابله لقاو كشته اللي من بعد التحقيق والبحث غادي يلقاوها مطابقه للDN ديال ايبي. مشهد مروع، بمثابه فيلم رعب. اجيو تشوفوا دابا شنو وقع بالضبط نهار 21 فبراير، النهار اللي غادي تخطف فيه ايبي. ملي جا انطوني الشيفور باش يديها، فعاود ما يوصلها قلب الطريق وهز معاه خوه اللي هو راجلها الاول. غادي يضربوها في الطوموبيل واحد الضربه خايبه على راسها، غادي تفقد الوعي، ومن بعد غادي يوصلوها لداك الدار اللي كاينه في داك الفيلاج، وغادي يقرروا انهم يتخلصوا من الجثه. فاين فوا وصلوا لديك لابارتمون في الفيلاج، قطعوا ليها الجثه ديالها، سلقوا شي اعضاء باش يديروهم كشوربه اللي كانوا ناويين انهم يدوخوا البوليس بهم ويعتبروها كانها شوربه عاديه ويحسوا على ان حتى حاجه ما وقعات. ولكن هما باش يتخلصوا من داك اللحم طيبوه وداروا النص عاوتاني في الثلاجه، ولقاو عاوتاني البوليس الاطراف الاخرى مرميه في الزبل. من بعد غادي يشدوا أليكس اللي كانوا لقاوه ناوي انه يهرب ويقطع الحدود بحرا بمساعدة واحد الراجل اللي هو هو داخل من القتلة اللي ساهموا في الجريمة. طبعا التحقيق باقي سائر لحد الان، ودا الاستئناف للضحايا او القتلة، لحقاش الا جينا نحسبوا غادي نلقاو بلا مو ديال اليكس هي داخله، لحقاش حاولت انها تستر على الجريمه. لقاو الاب ديال اليكس اللي كيقولوا بلا انه هو اللي خطط لهذا الشيء كامل، ملي عرف بلا راه ايبي ناويه تخرجوا من لابارتمون. كاين اليكس وخوه اللي هو انطوني اللي داوها وقلبوا بها الطريق، وهما اللي قطعوا الجثه ديالها. وكذلك كاينه المراه اللي كانت مع بات أليكس ديك لابارتمون، وكاين الراجل اللي حاول على انه يساعد أليكس يقطع الحدود بحرا. فعلا جريمه مروعه دارت في حق واحد البنت اللي باقي الحياه قدامها، باقي صغيره. المشكله ان هاد البنت دارت كل خير مع العائله ديال راجلها، ملي كانت مزوجه بيه وملي طلقات كانت سخيه بزاف، واخا هي كانت ماشي مشروط عليها انها تشري ليهم ديك لابارتمون، ولكن سكناتهم في افخم مكان في العمارات ديال هونغ كونغ. وكذلك من مورا السكنه قالت لهم غادي نشري لكم بلاصه اخرى غير هو ديك العماره خصها تبيعها. هادشي كامل ما قدروش، طمع عمل ليهم العينين. كانوا كيفكروا على ان ايبي الى ماتت غادي يورثوها ولادها بطبيعه الحال غادي يتكلفوا بهم يعني الوالدين ديال اليكس. هنا فين مشى بالهم، ولكن كيف ما كنقولوا انما الاعمال بالنيات، وهما تحاسبوا دابا على النيه الخايبه ديالهم. ايبي مشات القبر، خلات من موراها جوج وليدات من اليكس، وخلات من موراها كذلك جوج وليدات من راجلها الثاني. واليكس اكيد مشى للحبس، وغادي يصدق راجلها الثاني هو اللي مكلف بدوك 4 الوليدات. فعلا نهايه بشعه لوحده عادت ازياء باقي الحياه قدامها. فعلا في هذه الحياه باقي فيها بنادم خايب ونكار وما كيقدرش الخير للاسف. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد، وغادي نقول لكم فرجه ممتعه وبسلامه عليكم. تلاقاو فيديو جديد قريبا ان شاء الله.